إيه العلاقة بين عبد الله السعيد وكيليان امبابي؟ أنا مكاوي هقدم لكم حكاوي مكاوي. واحد نجم كبير في مصر وقرب يعتزل، والتاني نجم عالمي ومن أفضل 5 لعيبة في العالم، بس الاتنين عندهم حكاية غريبة. عبد الله السعيد خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 مع الأهلي، وبعدها مشي الأهلي رجع كسب البطولة أكتر من مرة. يروح عبد الله السعيد بيراميدز، يخسر معاهم نهائي الكونفدرالية، وبعدها مشي بيراميدز يعمل إنجازات تاريخية ويفوز بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وكمان يشارك في بطولة الانتركونتيننتال. عبد الله السعيد يروح الزمالك، وبعد ما كان الفريق بيكسب الكونفدرالية بسهولة، يخسر الزمالك البطولة سنتين ورا بعض في وجود السعيد. أما مبابي قعد سنين مع باريس سان جيرمان يحلم بدوري أبطال أوروبا، خصوصا بعد ما خسر نهائي 2019-2020. ولما قرر يروح فريق دوري الأبطال شخصيا ريال مدريد، يخرج من البطولة سنتين ورا بعض، ومفاجأة بيفوز بالبطولة في السنتين دول باريس سان جيرمان، فريق البابي القديم. المؤكد إن الاتنين نجوم كبار، بس البطولة كان ليها رأي تاني خالص.